الأوض في الدنيا مش بتتفتح علشان حد يعيش فيها، لكن علشان حد يموت جواها. في أسرار بتستخبى ورا أرقام، وأكتر رقم اتنسى هو 303. اللي هيحصل في الأوضة دي مش جريمة ولا لعنة، دي عدالة بس بطريقتها. أنا الراوي المتوج، وهحكي لكم النهاردة عن السر في أوضة 303. تعالوا بينا نبدأ حكايتنا. في قلب القاهرة، وعلى ناصية شارع ما بيتغيرش من سنة 1962، واقف مبنى مهجور من بره بس شغال من جوه. مستشفى خاص اسمه دار الشفا النادر. المستشفى دي كان زمان عنوان للشفا، بس دلوقتي بقى مجرد اسم على حيطان متشققة وريحة مطهرات مخلوطة بخوف. المكان اللي هندخله دلوقتي هو أوضة رقم 303. المستشفى دي فيها 4 أدوار، بس الدور التالت في أوضة واحدة محدش بيقرب منها، أوضة 303. كل اللي دخلها يا اختفى يا مات بعدها بأيام، لكن عمر ما حد اتهم حد، لأن كل مرة الظروف كانت غريبة ومفيش دليل. الدكتور آدم الجوهري كان لسه راجع من منحة في ألمانيا، شاب هادي محترم الكل بيحبه، ما بيقولش لأ لأي مريض حتى لو معهوش فلوس. بس أول يوم رجع فيه الشغل طلب أوضة واحدة للمراجعة، وقال جملة محدش فهمها: هبدأ من حيث انتهى كل شيء. بعدها بيوم دخلت المريضة صفية حمدي، ست كبيرة عندها مشاكل في التنفس. قالوا نركنها شوية في أوضة فاضية لحد ما تتنقل للعناية. ركنوها في أوضة 303. آخر حد دخل الأوضة دكتور آدم. بعدها صفية اختفت من غير أثر، كاميرات الأمان كانت اتفصلت. الأمن قال مفيش حد خرج. الصحفية ندى حاتم كانت بتجمع ملفات عن حوادث الإهمال في المستشفيات القديمة، ولما سمعت عن اختفاء صفية دخلت المستشفى تحت اسم مريضة وهمية، وكان هدفها أوضة واحدة 303. كل مرة تسأل عن أوضة 303 التمريض يغيروا الموضوع، بس ممرضة صغيرة قالت لها لو دخلتيها مش هتخرجي زي ما دخلتي. ندى بدأت تربط بين المرضى اللي اختفوا كلهم دخلوا أوضة 303، وكل مرة كان الدكتور آدم هو آخر حد دخلها. لكن كانت في حاجة أغرب. ندى اكتشفت إن أم الدكتور آدم كانت واحدة من ضحايا حادث انفجار أنبوبة أكسجين سنة 1997 في نفس الأوضة، نفس الرقم 303. ندى قدرت تسرق مفتاح الأوضة، دخلتها بالليل، وبالصدفة دكتور آدم كان هناك. آدم كان واقف قصاد السرير سرحان، ولما شافها ابتسم قال لها بكل هدوء الأوضة دي مش بتقتل، الأوضة دي بتعري الناس قدام نفسهم. ندى وقفت سألته انت اللي قتلتهم؟ قال انا سايبهم مع نفسهم، لو اللي جواهم نضيف بيخرجوا، ولو لا بيفضلوا هنا للأبد. فجأة الباب اتقفل والنور قطع. من يومها محدش شاف ندى. بعد يومين أمن المستشفى لقيوا ملف جديد على مكتب المدير، عليه صورة ندى، وتحت الصورة مكتوب مريضة نفسية تعاني من هلاوس سمعية وبصرية، تم حجزها في أوضة 303 للعلاج المكثف. المدير سأل الدكتور آدم دي مين؟ شكلها مش من المرضى. آدم قال بابتسامة هادية دي حالة خاصة جت لوحدها، ومن يومها محدش سمع عن ندى ولا حتى أهلها. والأوضة لسه موجودة 303، بابها لسه بيتفتح كل كام شهر، بس عمره ما بيتقفل من بره. في أماكن مش معمولة علشان الناس تنام فيها، لكن علشان تصحى. في حكايات بتخلص، وفي حكايات بتكمل جوانا. السر في أوضة 303 يمكن انتهى، لكن الأسرار اللي شبهها حوالينا كل يوم. أنا كنت معاكم الراوي المتوج، ولسه في قصص مستخبية في العتمة مستنية اللي يفتح بابها. ما تنساش الحقيقة أوقات بتوجع، بس الحكاية الصح دايما تستاهل تتحكي.